مساك الله بالخير يا اخي. انت الله مشكلة، انت مرة خطوط. ليه وينك يا اخوي؟ مساك الله بالنور. حياك ابو ساره. كيف حالك؟ طيب تمام الله يسلمك. ما شاء الله. شو الاستعدادات حلوة؟ مستعدين ان شاء الله باذن الله. يلا باذن الله جالسين نستعد ان شاء الله للتجمع ان شاء الله اللي ان شاء الله راح يكون في القصيم باذن الله. نطلع بصوره طيبه وان شاء الله يكون الشباب لهم نصيب باذن الله في الانديه باذن واحده. لانه هذه عشان بس الواحد يكون يعرف اللي هو مش انه الواحد رايح يتمشى، لا او ان شركه المتجر الوطني مش مهتمه في الموضوع هذا. لا والله شوف مثل ما قلت لك اول ابو عبد العزيز الشيخ صلاح وانت لكم هدف من التجمع هذا حق اللاعبين باذن الله. أنه راح نطلع لاعبين. اللاعبين جالسين يجونا يعني من مثل ما انت شايف يجونا من بعيد يعني ما في شيء من العراق، من أيوة جدة، من عمان. الجماعه جالسين يشتغلون قدامهم هدف معين يبغون يوصلون له، وان شاء الله بالتنسيق مع الجماعه اللي في القصيم ان شاء الله راح باذن الله الايام تثبت ان شاء الله للناس ويشوفون في عمل باذن الله يستفيدون منها اللاعبين. انت شايف يعني ما شاء الله الانظمه بدات تفتح يعني 2005 الان دوري رديف عندك. صحيح. وعندك هذه تصب مصلحه الشباب. اي وعندك حتى الستة والسبعة والثمانية الموسم القادم ان شاء الله حيفتحوا خلاص. فالواحد تكون له فرصه هنا. وانت عارف المدرب البرتغالي جابوه الشركه يعني برضه هذا ينظر اول يتابع. بالامانه فيه لاعبين، في 5 لاعبين يعني مثل ما قلت انت. ما نبغى نقول فاتم القطار، لا بالعكس احنا جالسين نطلع الشباب هذول وان شاء الله باذن الله الموسم القادم او الموسم اللي بعده راح اعيد لك كلامي هذا وان شاء الله تشوف لاعب او لاعبين من الشباب اللي موجودين ان شاء الله في الانديه باذن الله. باذن الله يعطيك العافيه. يعطيك العافيه يا ابو سعد، شاكر لك. عندنا ان شاء الله يمكن يكون عندنا يومين وتجمع في القصيم، صح ولا لا؟ لازم نستعد على اساس انكم اذا رحتوا هناك ان شاء الله تطلعون بصوره طيبه. اخر تمرين لنا يعني عندنا اليوم تمرين. كابتن زياد لاعب منتخب شباب عمان، كيف حالك؟ اللهم لك الحمد لله. شوفتك بخير يا استاذ. الله يعطيك العافيه. شو استعداداتك؟ والله نقول ان شاء الله جاهزين باذن الله. كل لاعب يبي يبرز نفسه بشكل افضل بحيث انه يكون له ان شاء الله بروز في مباراه ضد تكون في معسكر القصيم. ان شاء الله يا رب ان الله يوفقنا وياهم ان شاء الله ان شاء الله. باذن الله. انت عارف يعني الحضور هناك الواحد يعني يؤدي ما عنده عشان ان شاء الله انه يكون نصيبه في احد الانديه. اكيد ما يحتاج. اول شيء انت ما قصرت معانا ولا ابو ساره؟ لا ان شاء الله. هذا شيء واجب من فضلك يعني ما قصرت. واجب والله. وبعد تسعى معانا وما قصرت ان شاء الله. والله ان شاء الله يعطيك على قد نيتك ان شاء الله. ان شاء الله تستاهل كل خير باذن الله. هذه الشركه بعد المتجر الوطني ما هي مقصره بعد. الفريق ان شاء الله يكمل الاسبوع الجاي ان شاء الله بلاعبين المنتخب اللي جاي من برا والله كريم ان شاء الله. بالتوفيق. اسامه الدوسري كيف حالك؟ طيب الحمد لله بخير. يا اسامه كيف الاستعداد؟ باذن الله راح يكون استعداد كويس. باذن الله راح تكون شيء اكيد باذن الله. يعني شرط بيض الوجه هي لك ترى ما هي بلنا. ان شاء الله ان شاء الله. بالتوفيق يا اسامه. محمد حبيبي كيف حالك؟ الحمد لله. كيف الاستعداد للقصيم؟ الحمد لله ماشيين صح ونستعد ان شاء الله بيض الوجه. بالتوفيق يا محمد. بالتوفيق حسين. محمد الغامدي كيف الاستعداد للقصيم؟ لا والله الاستعداد جاهزين ان شاء الله باذن الله. يعني الحضور مدربين هناك تشتغل على نفسك وربي يوفقك ان شاء الله. ان شاء الله وياك. الله يعطيك العافيه حبيبي. مساكم الله بالخير. شوفوا هذا اصغر مواليد في البعثه فارس الافغاني من سوريا. كيف حالك يا فارس؟ كيف استعدادك؟ والله يعني استعدادي مرة كبير ان شاء الله بيض وجهي. انت شايف انك راح تأدي مع اللي اكبر منك؟ ان شاء الله. عندك ثقة في النفس؟ اكيد. يلا بالتوفيق يا فارس.